تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن فوز فريقه على البنك الأهلي مساء الخميس والوصول إلى الانتصار 18 على التوالي في الدوري الممتاز. وأقيمت مباراة الأهلي والبنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز. وانتصر المارد الأحمر بنتيجة هدف دون رد على البنك الأهلي لتصل كتيبة مارسيل كولر للانتصار 18 على التوالي بالدوري. وقال كولر في مؤتمر صحفي: صعبنا المباراة على أنفسنا أمام البنك الأهلي بسبب الفرص التي أهدرناها، ولكن سعداء بالثلاث نقاط والفوز التاريخي. وأضاف: نحن سعداء أننا استطعنا أن نحقق 18 فوزا متتاليا. ما تحقق ليس سهلا على الإطلاق، الطريق كان صعب، نلعب مباراة كل 3 أيام ونتعرض لإصابات، هناك لاعبين يتعرضون للإرهاق والزهق، لذلك تحقيق هذا الرقم من الانتصارات وسط ضغط المباريات ليس سهلا، ولكن اللاعبين يحاربون على تحقيق الفوز في كل مباراة، وهذا الجيل نجح أن يكتب التاريخ. نريد استكمال المشوار ونفكر في المباراة القادمة، ولدينا الرغبة في الاستمرار بالانتصارات. نعمل طوال العام، لا أعمل بمفردي، لدينا جهاز يعمل كل يوم، كل شيء لدينا بحساب. هدفنا طوال الوقت تجهيز كل اللاعبين من أجل تخطي المرحلة الصعبة. هناك لاعبين خاضوا 70 مباراة، وهذا رقم مرعب. وأشار: التدوير لا يتم بشكل عشوائي، اللاعبون الذين خاضوا 70 مباراة يحتاجون لإجازة وراحة سلبية حتى لا نفقدهم في الموسم المقبل. وأتم: أخشى من فكرة تلاحم المواسم، هذا إرهاق كبير جدا. أنا بالنسبة لي أتعب عند مشاهدة هذا الكم من المباريات، فما بالك باللاعبين الذين يركضون